اهلا بيكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. خبرنا الاول، رسميا الاهلي يعلن عن دخوله معسكر الفيفا المغلق. رسميا اعلن النادي الاهلي عن دخوله معسكر المغلق تبع الفيفا استعدادا لكاس العالم للانديه. ومعنى الكلام ده خلاص بقى الجهاز الإداري أنهى كافة الأمور المتعلقة بالإقامة، ملاعب التدريب، وسائل الانتقال، موعد المحاضرات، كل حاجة بقى تبع الفيفا مع ممثلي الفيفا واللجنة المنظمة للبطولة، عكس الأيام الماضية اللي كانت تحت رعاية الشركة المتحدة اللي كانت عاملة معسكر للنادي الأهلي. يبقى كده خلاص بقى اون سبورت والحفلة اللي عاملينها دي هتتلغى. خبرنا التاني، رسميا ميسي يشارك اساسي مع منتخب الارجنتين قبل مواجهه الاهلي. اكد سكالوني مدرب الارجنتين على جاهزيه ميسي للمشاركه ضد كولومبيا في المباراه التي تجمع الفريقين، وذلك في التشكيل الاساسي. بكده خلاص ميسي يلعب اساسي ويرجع بقى يلعب مع فريقه ضد الاهلي وهو مجهد. خبرنا الثالث، اسامه الادريسي يعلنها، سانتقل للاهلي في المستقبل. تحدث اسامه الادريسي جناح باتشوكا المكسيكي وقال: انتقالي للنادي الاهلي شرف لي طبعا، ولا اعرف اي شيء عن الدوري المصري، ولكن قد يحدث هذا الانتقال في المستقبل. اللعب للاهلي شرف لاي لاعب. خبرنا الرابع، بيراميدز يرفض احتراف ابراهيم عادل ب3 مليون دولار خوفا من الاهلي. هناك تخوف حاليا لدى بيراميدز انهم يوافقوا على بيع ابراهيم عادل لاوروبا مقابل 3 مليون دولار زي ما جايله، ويرجع بعد كده تاني على النادي الاهلي. هم طالبين على الاقل 6 مليون دولار. خبرنا الخامس، رسميا اتحاد الكوره يطبق قواعد اللعب المالي النظيف بشكل غير مباشر. لا يجوز لأي نادي الآن شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي من أجل الحصول على التراخيص الخاصة للمشاركة في البطولات.